goalkeeper Onana Andre. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي راكم دايرين خوتي؟ ان شاء الله قاعد تكونوا ملاح وقاعد تكونوا في صحة جيدة. اليوم راح نتكلموا على مباراة مانشستر يونايتد ضد بايرن ميونخ، واللي انتهت بنتيجة 4-3 لصالح بايرن ميونخ. راح نبداو نتكلموا كل شوط على حدة كما العادة، ونسيو نحلوا ونشوفوا وين كانت نقاط القوة تاع الفريقين وين كانت نقاط الضعف تاعهم. نبداو في الشوط الأول. صراحة مانشستر يونايتد بدا بطريقة جميلة اللي هو انه ضغط بايرن ميونخ في الاماكن تاعه. قلت لك شفنا بلي مانشستر يونايتد كان يلعب ضغط متقدم على بايرن ميونخ صراحة، انه حوالي 10 دقائق ولا ربع ساعة الاولى 15 دقيقة الاولى باللي مانشستر يونايتد ظهر واقف في المباراة وظهر ماشي خايف ويلعب ند للند مع بايرن ميونخ. هذه نقطة تنحسب للمدرب انه شحنهم صراحة في بداية المباراة باه يقلع عليهم هذاك الخوف. وشفنا بلي ايضا انه تنهاغ استفز الفونسو ديفيز وخرجه من المباراة بالتصريح تاعه اللي دارها قبل المباراة. شفنا بلي الفونسو ديفيز كان ضايع تماما في الشوط الاول، كان يدير الفالطات بزاف. المهم قلت لك من بعدها جاء صحيح بايرن ميونخ سجل هدف عكس مجريات المباراة، ولكن هذا ما يدمركش انك تتراجع وتتقوقع في الدفاع يا تنهاغ يا مانشستر يونايتد. علاه؟ انا مشجع برشلوني، نبغي برشلونه كما يقولوا. شفنا بلي بايرن ميونخ توجور هكا كل ما تماركي لبرشلونه بيت برشا تعاود تولي كاع لا ديفونس وتقعد تقارع. وعلى واش تلعب على برك باه من النتيجه ما تكبرش، على اساس انه خلاص نخسروا غير واحد ولا زوج ما نخسروش 8 ولا 7. اليوم مانشستر يونايتد تقريبا طاح في نفس الفخ. كيفاش انت تسجل لك هدف تراجع كاع هذاك التراجع وتخلي وتخلي الكره لبايرن ميونخ سواء في الوسط سواء في الهجوم سواء في الاظهره. بايرن ميونخ اكتسح المباراه ومانشستر يونايتد تراجع. قاعدين نتوحش نشوفوا راشفورد يعني تضرب مده طويله باه توصل الكره. توحش نشوفوا مثلا المهاجم ذاك السويدي نسيت اسمه اسمه جاي كيما هالاند. توحش تشوف المهاجم، تتوحش لانه علاش مانشستر يونايتد كله تراجع. والفكره والتكتيك اللي كان دايره تنهاك في دماغ اللاعبه صاي بعد هذاك الهدف الاول شفناهم باللي يعني ما نخفوش روحهم كيما نقولوا بدا يجي معناتها تزعزعوا وما ادوش كيما كان المفروض يادوا. هذه نقطه ثانيه. سمعت خطر الدكتور محمد ممدوح نصر الله يقول في الكلام مرات اذا كان ولا لا، اللي هو في خصوص انه اللاعبه تاع مانشستر يونايتد هي راهي ترفض انها تادي بشكل كبير على واش لانهم يريدون مغادره تنهاغ من فريق مانشستر يونايتد. راه عندها بزاف مشاكل مع بزاف لاعبين ما تفاهموش. فكانت حجه النظر الضوك انه داروها مقبل مع مورينيو، داروها قبل مع سولشاير، وعلى ما اظن انها راح تتكرر. بدات تبان البوادر تاع هذه الظاهره انه لاعيبه مانشستر يونايتد ماشي متفاهمين بزاف مع المدرب. لهذا صراحه يسعوا يديروا اي حاجه باه يخرجوه من الفريق ولا من اداره الفريق. نجي بايرن ميونخ وخويا ما شاء الله. نبدو اول حاجه اللي لازم يعني نشكره ونعطوه حقه من المدح جمال موسيالا. صراحه هذا اللاعب جمال موسيالا انه يلعب في المانيا، وانا واحد من الناس ما نشوفش الدوري الالماني. خساره نقول خساره انه يلعب في دوري ما نشاهدوش. وكان غير يلعب في الدوري الاسباني ولا الدوري الانجليزي به كل اسبوع تشوفه يلعب متعه للعين. يفكرك ببدايه تاع ميسي، يفكرك ببدايه الشكل اللعب تاع انيستا انه ما يخافش يراوغ بالرغم من انه صغر سنه، حتى انه يعني الشكل حجم اللاعب مش هذاك الحجم الكبير ولا حجم اللي كيما بول بوغبا ولا اللي يخليه يدخل في ثنائيات. ولكن بالرغم من هذا تلقاه يدخل بين اللاعبين، يتلقاه يفتك الكره من اللاعبين الخصم. هذه حاجه مهمه بزاف. ثاني لاعب اللي يعني غريب هذا هاري كين، كميه النضج الكروي اللي عنده يعني كبيره بزاف. والله تتفرج اليوم تقول انه يلعب مع بايرن ميونخ ربما من 2012 ل 2013. الموسم الكروي راه لا كيبدا ما على باليش ربما اقل من شهر. تشوف انه خلاص انسجم، يعرف وين يكون كومان، يعرف وين يكون لوروي ساني اللي كذلك اليوم يستحق الاشاده. لوروي ساني ودار مباراه في القمه، مباراه ممتازه تقريبا. كيميش يستاهل كذلك التقدير في الوسط. نجول نلوموه في مانشستر يونايتد. اول حاجه اللي راح نلوموها اللي هي الكابيتانو اللي هو برونو فرنانديز. يا سيدي راكم تقارنوا برونو فرنانديز مع دي بروين، ولكن كاين واحد المقوله تقول بلي انه برونو فرنانديز يدرك في لي ماتش الكبار. اليوم شفناه دارك تقريبا الاسيست تاع الخطا ما زادش بان هذاك الاسيست في الدقيقه الاخيره. انت راك كابيتان الفريق، انت كابتن الفريق، يعني على اساس انك راح انت اللي تحزهم ولا انت اللي تفهم بيأدوا غايه، انت اللي تقدم لهم ارشادات، انت اللي تطلع من المعنويات تاعهم. شفناه بلي انه ساكت خلاص تماما وخارج من اللقاء ويلعب كاره. اللي يستحق ثاني الاشاده من مانشستر يونايتد اللي هو كازيميرو. خويا مازالت عقليه ريال مدريد في شخصيته وفي روحه، غرستها في ريال مدريد. كرة القدم تستعب حتى الدقيقه التاليه. ولولا تهاون مانشستر يونايتد في الهدف الرابع تاع بايرن ميونخ اللي غادي نهضروا عليه كانت النتيجه غادي تكون اليوم 3-3. شفناه بلي سجل هدفين ويلعب للدقيقه الاخيره كما
ربحت اليوم ريال مدريد 1-0 بهدف واحد دقيقة 93، ما زالت هذيك العقلية عند كازيميرو، نلعب حتى الدقيقة الأخيرة، لا بغا خاسر ب3-4 نلعب نكمل حتى الدقيقة الأخيرة بنفس الروح بنفس العزيمة، ما تكونش شخصيتي ضعيفة في الميدان. نجو نهضروا على الهدف الرابع واللي كان مسخرة من مانشستر يونايتد. برونو فرنانديز يتمشى، ماكتوميني يدخل مع باليس وش هي الوظيفة تاع ماكتوميني في أرضية الملعب، دخل يتمشى كيما جا كيميش بشوية يرفدها، المهاجم واش دار؟ حطها بصدره بين اللاعبين بين مارتينيز وبين ليندلوف. قلت هل ليندلوف هل هو مدافع بقيمة مانشستر يونايتد؟ صراحة بالعمري خير منه. يعني شوف تخلي المهاجم يحطها بصدره ويتيريها ويسجلها على اونانا اليوم. شوف كاين هدف ولا هدفين يلام عليه، في الشوط الاول كان اداء ضعيف بزاف، ولكن في الشوط الثاني قلع 5 اهداف ولا 6 اهداف محققه. تما باش تلومه ما تنجمش، وباه ما تلوماش ثاني ما تنجمش، لذلك اداء كان 6 من 10 ولا 7 من 10. يعني صحيح قلع بزاف اهداف، ولكن ذاك الهدف اللي دخله بطريقه يعني ما نقولوش سبيانيه لانه فيه احتقار، ولكن نقولوا بطريقه سهله جدا. هذا النوع من الاهداف دائما ما يطيح المورال للاعيبه ويخليهم يعني في حاله شك عدم يقين، واش هذا الحارس نعتمدوا عليه؟ كيفاش بيت كيما هذا يدخل؟ حتى هذا البيت ينعكس عليهم في ارضيه الميدان. خوتي كان هذا هو فيديو اليوم. واش رايكم في المشوار اللي متبقي الكل من مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ؟ وين تشوفوا مانشستر يونايتد ينجم يوصل؟ يعني ينجم يفوت دور المجموعات، دور 16، دور 8، وكذلك بايرن ميونخ. كان هذا هو فيديو اليوم خوتي، ما تنسوناش من الاشتراك، ربي يحفظكم، ونتلاقوا في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. الى اللقاء.